تخيل ان العالم اللي انت عايش فيه مش هو الحياة الكاملة، وان في جدار جليدي ضخم مش بس بيمنعك توصل لنهاية الارض، لكن بيخبي وراه حاجة اتمنعت عن البشر لسنين طويلة، بحكاية ان الارض مسطحة مش كروية زي ما قالوا لنا، وده الحضارات اللي عايشين ورا الجدار الجليدي وما نعرفش عنهم حاجة. الجدار ده طلع مش مجرد تلج، ده حدود بين اللي نعرفه واللي اتخبى عننا عمدا. لكن السؤال مش ايه اللي ورا الجدار، السؤال الاخطر ليه محدش عايزك تعرف. ريتشارد بيرد قال ايه عن ما وراء الجدار الجليدي؟ اهلا بيكم، انا اسمي ماجد. فلو ما تعرفنيش انا بقدم محتوى عن القصص الغامضه والخوارق الطبيعيه، وبنزل فيديو كل يوم خميس. فلو مش متابعني تابعني، وما تنساش تسيب رايك في كومنت. لو عندك اي ملحوظه تقدر تقول لي عليها في كومنت برضه. الجدار الجليدي عباره عن سواحل وجروف جليديه ضخمه بتحيط بالقاره القطبيه الجنوبيه اللي مساحتها كلها حوالي 14 مليون كيلومتر مربع، والجروف الجليديه دي بتغطي منها حوالي 1.5 مليون كيلومتر مربع، يعني حوالي من 9 ل 10% من القاره. وارتفاع الحواف الجليديه فوق سطح البحر ممكن يوصل من 30 ل 50 متر او اكتر في بعض المناطق، يعني بسهوله يقدر يخبي وراه مدن وحياه تانية محدش يقدر يعرف عنها حاجه. وفضل الجدار ده موجود، محدش فكر انه يروح عنده لحد بعد الحرب العالميه. جه قائد امريكي اسمه ريتشارد بيرد ده عمل رحله استكشافيه فرديه للجدار. العمليه دي استمرت من اواخر 1946 لحد اوائل 1947، استمرت حوالي من 6 ل 8 شهور تقريبا. ولما جه قال كلام قلب الدنيا وقتها، قال انه شاف هناك كائنات غريبه اول مره في حياته يشوفها، وفي هناك بني ادمين شكلهم قريب جدا من البشر لكن متطورين جدا عننا. Yes, there is. And not up around the North Pole because it's getting crowded up there now because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. طبعا بعد ما ريتشارد بيرد قال الكلام ده اختفى تماما وما ظهرش في اي مقابلات اعلاميه تانية لحد ما مات يوم 11 مارس سنه 1957، واختفى السر معاه. الحكومات كلها عاملين اتفاقيه بينهم انهم يمنعوا اي حد يروح يستكشف المكان هناك بغرض حمايه المكان والكائنات اللي عايشه هناك، وانهم لحد دلوقتي لسه ما درسوش كل الكائنات والفيروسات اللي موجوده هناك، فخايفين علينا وكده، وعلشان كده ممنوع ان اي حد يروح هناك. هتقول لي ماشي، طب الحكومات خايفه علينا اهي وعشان كده مانعين حد يروح هناك، مشكلتك. اقول لك عندك حق، بس استنى، ليه مانعين الطيارات هي كمان انها تطير من هناك؟ وليه حاطين كميه الاسلحه والسفن العسكريه والدبابات دي كلها قدام الجدار؟ وده اللي خلى كتير من الناس فعلا يبداوا انهم يشكوا ويسالوا نفسهم، هل هم فعلا مانعين ان احنا نروح هناك عشان الفيروسات والكائنات الغريبه، ولا عشان ما نشوفش في ايه ورا الجدار؟ وفي معلومات كمان اتسربت عن مخلوق طوله اكتر من 60 متر وسريع جدا موجود قرب من سواحل الجدار، وشبيه جدا بالكراكب بسبب انه بيتحرك بسرعه كبيره جدا. القمر الصناعي ما قدرش يصور صوره واضحه لحد الان، لكن في بحاره كتير اتكلمت عن الكراكن وقالت انهم شافوه فعلا، وكمان اكتشفوا ورا الجدار ان في اهرامات تشبه بالظبط الاهرامات المصريه، غير الصور اللي اتصورت الحضارات الموجوده في المكان. وكل الصور اللي اتصورت لبواقي الحضارات دي بتاكد انها ليها علاقه بالحضاره الفرعونيه المصريه. ولحد دلوقتي الموضوع بيزداد غموض كل شويه، وهيزيد اكتر واكتر لما تسمع كلام الناس اللي حاولوا انهم يروحوا يستكشفوا المكان هناك. واول ناس حاولوا يروحوا كانوا مجموعه شباب امريكيين، عددهم كان 5 شباب. اول حاجه قالوا ان الميه هناك شكلها مختلف عن الميه اللي عندنا، بيقولوا ان شكل الميه هناك عامل زي الازاز، تقدر انك تشوف نفسك فيها حرفيا. وكمان قالوا ان الميه هناك مش مالحه لكن الميه عذبه. وفي مجموعه تانية قالوا انهم عدوا الجدار نفسه وشافوا هناك مخلوقات غريبه جدا، وقالوا انهم شافوا ناس تشبه البشر لكن الناس هناك خطيره جدا. وقالوا كمان انهم شافوا هناك الكراكن، وقالوا انهم شافوا مخلوقات تشبه التنانين. حتى الكائنات اللي بنشوفها في الافلام قالوا انهم كمان شافوها هناك. وبيقولوا كمان ان كل اللي ورا الجدار ده محدش فيهم يقدر انه يعدي الجدار بسبب ان شبكات الاتصال اللي احنا بنستعملها قاتله بالنسبه لهم، وعلشان كده محدش فيهم بيحاول انه يعدي الجدار. وقالوا كمان انهم شافوا هناك مدينه اسمها مدينه بيتاتيا. سكان مدينه بيتاتيا دي هم ناس بجسم بشر لكن دماغهم بتشبه بالظبط دماغ الكلب او الحصان. وقالوا كمان ان افاتار مش مجرد فيلم، لا، في هناك مخلوقات بتشبه مخلوقات افاتار بالظبط. وكمان قالوا ان الكائنات الغريبه اللي بتظهر في الافلام زي القرش والغوريلا اللي بيظهروا باحجام كبيره جدا، وكل الكائنات دي محبوسه هناك بغرض ابحاث علميه بتتعمل عليهم، وما ينفعش البشر يعرفوا عنها حاجه. وفي هناك كمان اكتر من مدينه بيسكنها مخلوقات تشبه البشر، وهم حاولوا اكتر من مره انهم يتواصلوا معانا عن طريق اشكال غريبه بتطير في السماء زي الاطباق الطايره، السفن الغريبه اللي بتكون طايره في السماء، واللي انتشر بيها صور بالمناسبه اكتر من مره، وكانت كمان طايره في امريكا بالتحديد. طبعا انت دلوقتي بتقول لنفسك ان كل الكلام ده مش منطقي وان الموضوع فيه شويه من التخاريف، عندك حق،
انا معاك، بس يمكن وجهه نظرك تتغير شويه لما نيجي نبص بتركيز شويه على بعض الخرائط القديمه للعالم، نربطها بموضوع ان الارض كرويه ولا مسطحه. كل الاقاويل العلميه اللي اتكلمت عن موضوع ان الارض كرويه ولا مسطحه اثبتت ان الارض كرويه وليست مسطحه، بعكس الكلام الموجود في الخرائط القديمه زي اللي انا بعرضها قدامك دلوقتي، اللي بتقول ان الارض مسطحه وان احنا عايشين في جزء صغير جدا منها، وان الجدار الجليدي بيحوط الارض كلها، ووراه في عوالم ومدن تانية احنا ما نعرفش عنها اي حاجه. بالمناسبه انا من الناس اللي عندها يقين مليون في المية ان الارض مسطحه مش كرويه، وان احنا فعلا عايشين في جزء منها، وان في كائنات ومخلوقات تانية احنا ما نعرفش عنها اي حاجه. وعشان اثبت لك بس دينيا ان الارض مسطحه مش كرويه، عايزك تجيب المصحف معايا وتفتح سوره الانبياء الايه 104. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. صدق الله العظيم. عايزك تتخيل معايا انت لما تيجي تفتح الكتاب بتفتحه بشكل بيضاوي او كروي ولا بيكون على شكل مسطح كده؟ طب طي الكتاب بيكون ازاي؟ بيكون كده ولا بيكون كده؟ فكر انت فيها ورد على نفسك. ولو انت اقتنعت دلوقتي ولو بنسبه صغيره ان الارض مسطحه مش كرويه، يبدا الموضوع انه يظهر قدامك واحده واحده، تتخيل ان قد ايه عايشين في جزء من الارض والباقي كله ما نعرفش عنه اي حاجه او ممنوع عننا. وبالمناسبه عايز اقول لك ان كل الكائنات الغريبه اللي قلت لك ان في ناس شافوها ورا الجدار اتذكرت في كتب قديمه كتير جدا. على سبيل المثال معجم جغرافي اسمه الروض المعتار، والمعجم ده بيرجع اصله للتراث الجغرافي العربي في العصر الوسيط، والفه عالم اندلسي اسمه العالم محمد عبد المنعم الحميري. اتالف الكتاب ده في القرن الثامن الهجري، والمعجم ده من اهم المعاجم الجغرافيه العربيه لانه جمع اسماء البلدان والاقاليم والمدن، وجمع مواضيع كتيره جدا، ووصفها كمان تاريخيا وجغرافيا. المهم ان الكتاب ده اتقال فيه ان في بشر زينا عايشين في البحر الهندي واشكالهم غريبه جدا عننا، زي مثلا قوم برؤوس كلاب اللي اتقال انهم بشر اجسامهم كالبشر ورؤوسهم كرؤوس الكلاب، وكان يقال انهم عايشين في جزر بعيده عن البحر الهندي. وكمان اصحاب القدم الواحده اللي اتقال انهم ناس ليهم رجل واحده وضخمه جدا والعمالقه والاقزام جدا، وغيرهم من اللي اتذكروا في مراجع جغرافيه قديمه انهم اتشافوا في جزر في المحيط الهندي بالتخصيص زي ما قلت لك. مثلا كتاب الروض المعتار، كتاب آلهة الضباب. الكتاب ده كتبه قبطان اسمه يانسن اولاف، اللي كان متعود هو وابوه انهم يخرجوا كل يوم بالمركب بتاعتهم يصطادوا، وفيهم بعتوا شويه عن المكان اللي بيصطادوا فيه. البحر كان فيه موجات ودوامات شديده جدا، ومره واحده لقوا نفسهم قريبين من الجدار الجليدي ده وفقدوا الوعي تماما. ولما فاقوا قال انه لقى نفسه على شاطئ ما يعرفش هو فين مكانه، بس قال انه شاف ناس عملاقه جدا طولها حوالي 5 متر. ويانسن وصف بالتفصيل كل اللي شافه في الجزيره في كتابه اللي كتبه بعدها بفتره، وقال انه شاف طيور غريبه جدا اول مره يشوفها في حياته، وكمان قال ان شكل الميه كان غريب جدا، وقال انها كانت عذبه مش مالحه. وده نفس الكلام اللي قالوه الشباب اللي راحوا اكتشفوا القطب اللي قلت لك عليهم من شويه. المهم ان يانسن قدر انه يرجع تاني للمكان اللي كان عايش فيه هو وابوه. ولما رجعوا ابوه راح لناس مسؤوله واغنياء جدا عشان يدوا فلوس انه يعمل رحله استكشافيه للمكان وياخد معاه الناس اللي من اهل قريته كلهم عشان يشوفوا اللي هو شافه. لكن ردة فعلهم كانت غريبه جدا وعكس المتوقع. حبسوه لمده 28 سنه، ولما خرج من السجن ما جابش سيره تاني خالص عن اللي شافه هناك ولا اتكلم تاني مع حد في الموضوع ده، وفضل عايش في صمت لحد ما مات. وكتب يانسن ابنه الكتاب وكتب فيه كل اللي شافه في الجزيره. وغير الكتاب ده في برضه كتب تانية كتير جدا زي كتاب عجائب الهند اللي اتكلم برضه عن جزر بعيده عننا عايش فيها ناس اشكالهم غريبه جدا عن اللي احنا نعرفه، وغيرهم من الكتب اللي ذكرت الكلام ده. لكن كده كده مفيش حد فكر انه يروح هناك تاني بعد رحله القائد الامريكي ريتشارد بيرد، او يروح بشكل رسمي. الموضوع كله كمان غريب، يعني من الحراسات الشديده اللي موجوده عند الجدار لامنين اي حد انه يروح هناك خالص، غير حاجات كتيره غريبه بتحصل زي مثلا موضوع انهم مانعين الطيارات تطير هناك. لكن خلينا نقول انهم بيعملوا كده عشان عايزين يحافظوا على المكان زي ما بيقولوا، وفعلا خايفين علينا من الفيروسات اللي هناك اللي بيقولوا انهم خايفين انها تنتقل لعندنا لانهم لسه ما يعرفوش عنها حاجات كتير. الله اعلم الحقيقه فين، انا بس بنقل لك القصه، انت من حقك تصدق او لا. لكن ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، وهل انت فعلا مصدق ان الارض كرويه ولا لا؟ وهل فعلا مصدق ان في كائنات غريبه عايشه ورا الجدار؟ قولي لو في حاجه حابب ان اتكلم عنها الفتره الجايه. وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان. كان معاك ماجد.